السلام عليكم. تخيل إنك كل يوم بالليل بتموت. والله مندهش ليه؟ جسمك بيفقد إرادته وتفقد سيطرتك على نفسك، وروحك بتذهب لعالم آخر، وما عندكش أي ضمانات إنك تصحى تاني. الحقيقة إن إحنا بنمارس الوفاة أو الموت ده كل يوم بالليل. ما بقولك أنا داخل أنام، هو في الحقيقة أنا مش داخل أنام، دي حاجة اسمها الوفاة الصغرى. وعلى فكرة كلنا بنمارسها، وهي زي ما تقول كده نموذج مصغر من الموت. تمام. الله عز وجل قال: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. في تلك النومة وفي تلك الحركة والحركات والسكنات وكده آيات لقوم يتفكرون. الله عز وجل مثلا يمسك هذا فيموت ويرسل روح هذا فيبقى، يكتب له عمر جديد. من ناحية ايه بقى؟ انت بتفرق ازاي؟ دلوقتي لو جبت لك اتنين نايمين على السرير، نايمين هما الاتنين نايمين، والله قد يكون واحد فيهم ميت وواحد فيهم عايش، وانت من بعيد ما انت قادر تفرق غير ما تروح تهز ده وتهز ده، فتلاقي ده بيستجيب وبيصحى وده ما بيصحاش. ونيجي نبص على النبي صلى الله عليه وسلم فنلاقيه ما كانش بيتعامل مع النوم على ان هو بيغمض عينه وكده، لا، كان بيتعامل معاه على ان هو اخر لقاء له في هذه الدنيا. فكان صلى الله عليه وسلم عند نومه بيدعو بدعاء عظيم جدا يدل على الاستسلام التام. كان بيقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. شوف، فإن أمسكت نفسي، اعتراف منه صلى الله عليه وسلم أن الروح في قبضة الله عز وجل. إن شاء أرسلها فكتب له عمر جديد، وإن شاء أمسكها فقد قدر له الموت. فهنا في النوم وفي تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لنا على النوم وعلى الدعاء دوت بيدل على إن هو موت. النوم موت وتجسيد بسيط للموت الحقيقي، ولكن الفرق إن أنت لما بتنام، لما بتفتح عينك بتفتحها على الدنيا تقدر تصحى تاني، ولكن الموت ليس لك حياة بعده إلا يوم القيامة. تمام. فعلشان كده كل ما تيجي تنام أول ما تصحى من النوم اعرف أن الله عز وجل كتب لك عمر جديد ولم يحن موعد وفاتك الآن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لما يجي يصحى من النوم بيقول إيه؟ الحمد لله الذي أحيانا بعد أن أماتنا وإليه النشور. فهو كان الموت ده موت، النوم موت. بس فاسأل نفسك دلوقتي بقى، هو أنا لما أجي أنام هنام على أنهي حالة؟ يعني مثلا النوم دوت ما قلتلك أنت ما انتش كاتب حاجة ولا عندك أي ضمان إنك هتصحى تاني، فممكن تكون ده آخر عهدك بالدنيا. فأنت هتنام على أي حال؟ هتنام وأنت مصلي كل فروضك ولا سايبها ولما أكبر هبتوب؟ هتنام وأنت عاصي ربنا ولا وأنت بتحاول تتوب؟ هتنام وأنت متوضي ولا أنام في أي حال مش فارقة معايا؟ هتنام وأنت مصلي ركعة الوتر أو إن شئت أي حاجة من قيام الليل، ولا هتنام وهو يلا أي نوم وخلاص؟ هتنام وأنت قاري وردك من القرآن ولا هي أي نوم وخلاص؟ هتنام وأنت عارف إن أنت ممكن ما تصحاش تاني، ولا هتنام وأنت وراك شغل الصبح ولازم تنام بدري عشان تصحى للشغل وسيبك يا عم كده كده هبقى أتوب لما أكبر هبقى أتوب؟ ما غير ياما كانوش بيصلوا وهم صغيرين، كانوا بيعصوا ربنا كتير وهم صغيرين، لما كبروا تابوا. هبقى أتوب لما أكبر. نام على أي حال. والناس اللي كبر ديت أنت مش كل الناس زي بعضها، مش كل الناس زي بعضها. مين قالك انك هتعيش لبكره؟ مين قالك انك هتعيش لحد ما تكمل اخر الفيديو؟ مين قالك ان انا هعيش لحد ما اصلا اكمل تصوير فيديو وانزله لك مثلا؟ ولا يعني مين قال لنا ان احنا هنكمل ده كله؟ فجدد عهدك مع ربنا،
اعرف إن نومتك دهيت هي تجسيد صغير للموت. ف يعني هي آية من آيات الله، إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. فتفكر في تلك الآيات واعرف الغرض منها إيه، وحاول تستنبط ما يريد الله عز وجل أن يوصله لنا من هذه الآيات. وتوب بقى، توب. الموضوع طول أوي. تمام. وادعي لي إن أنا أتوب أنا كمان بالله عليك. تمام. وادعي لنا كلنا، وادعي المسلمين كلهم، فعلى كل مسلم أنت بتدعي له حسنة. تمام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.